سلام البنات، كنتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض واحد الحلوه ديال الفرماج او الدوازاتاي اللي كتجي ساهله ولذيذه بمقادير بسيطه متواجده في كل بيت، وكتجي بنينه بزاف، تجي واحد المذاق رائع. نتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساوش البنات لايك للفيديو، ونبداو على بركه الله. هنا عندي مدوبله المقادير. عندي نص كيلو ديال الزبده حيوانيه، زبده من نوعيه جيده. اللي بغى يستعمل الزبده ديال البواطه اولا ديال المارغرين ممكن. هي بالزبده الحيوانيه كتجي بنينه اكثر. هنا البنات كندير نص كيلو ديال الزبده، قبيصه ديال الملح، 8 ديال الحبات ديال الفرماج، ساشيه ديال الفلون فاني بنكهه الفاني. اللي بغى يزيد الفلون بنكهه الكراميل. صافي كان معك الخليط كامل، ساشيه د الفاني حتى هي. هنا المقادير كيف ما قلت لكم راني مدوبلهم على زوج. يمكن لكم ديروا 4 ديال الزبده، 4 د الفرماجات فانيا، ساشيه ديال الفلون، قبيصه د الملحه. واللي بغى تدوبل المقادير تدوبلها. هنا السيده اللي طلبت مني هاد الحلوه اولا الدوازاتاي بغات كيلو اولا عجنه. صافي كنستمر حتى كنرمل نخلط ديك الزبده والفرماج مزيان. كان معكم مزيان. هنا راني جربت الفيديو كان معكم مزيان. عاد كنبدا نضيف الدقيق وغير كنجمع. هي راه ما كتبغيش الدقيق بزاف باش ما كتجيناش قاصحه. كيخصها الدقيق بحال الصابلي. تهزلنا كميه ما كنقصحوش العجينه بزاف، كتبغي تجينا مرمله باش كتجينا هشيشه وفتيه، ما كتجيناش قاصحه. صافي كنستمر كنضيف الكميه الدقيق اللي خاصاني للخليط. انا تبارك الله راه زدت لي تقريبا شي 900 غرام. شتو كتبقى طريه ورطبه بحال العجينه تماما ديال الصابلي اولا ديال ريشبوند. نفس القوام كتجي باش كتجينا في العضه ملي كنطيبوها ونفينيوها، كتجينا فتيه ورطبه، ما كتجيناش قاصحه. كنتمنى ديروا بهذه النصيحه، لان الا زدنا فوتنا فيها الدقيق كتجينا قاصحه. هنا البنات كناخذ طريفات من العجين او حريبلات من العجين، وكنبقى نمشي بنفس الطريقه. اولا يمكن لكم ديروها كويرات اولا بحال على شكل غريبه. هنا السيده طالبه بهذا الشكل. هنا البنات كيف ما قلت لكم هذا الاساس ديال العجينه. يمكن لكم ديروا له تزيدوا له كاس ديال كاوكاو محمر ومهرمش، تزيدوا كاس ديال الجنجلان محمر ومهرمش، او كاس ديال اللوز. نفس العجين راه كيجي المذاق رائع. يعني كل ما زدتوها من هذا اللوز ولا كاوكاو ولا جنجلان راه كيزيد يبننها وكتجي لذيذه اكثر. هنا كنستمر في هذه الطريقه البنات. كنحربل راه الحربول كيجي رقيق لان راه مازال كتنفخ معنا في الفران. كنستمر بهذه الطريقه. كنحربل الحربول اللي حربلته كنقطعو بهذا الشكل، كنمشي نفس العبار حتى كننتهي من الكميه كامله اللي عندي. صافي كيف ما قلت لكم، او الا بغيتو ديروها كويرات على شكل غريبه راه ممكن كتجي نفس الشيء، كتجي رائعه. ان شاء الله مره اخرى نشاركها معكم، كتجي زوينه بزاف. مثلا غريبه كيمكن لكم ديروا نفس الخليط وتفينيوها بالكنافه محمره، كتجي رائعه. واحد البنه كتجي خطيره فيها. هنا السيده اللي باغيه هذا الشكل طالبه على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما ساليت العجينه ديالي صفتها كامله في اللاطه، درتها في الفران عافيه مهيله. الفران يكون بطبيعه الحال سخون، كنقصوا عليها العافيه حتى كطيب وكتحمر وكتذهب معنا. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت. راه كيجي واحد اللون فيها مذهب وزوينه، كتجي محمره ولكن مذهبه طايبه على خاطرها. هنا عندي الفيتين وعندي الشوكولا بيضاء.
الشكلاط بيض ذوبته حمام مريم. صافي هنا الفيتين كناخد القطع ديال الحلوى كنغطسها في الشكلاط. هنا بغيت نجربها البنات هاد الطريقه، ساعه ما ساعدتنيش لان دابا البرد شويه كينشف لنا الشكلاط دغيا. كنقطروا ديك الحلوى ديالنا من الشكلاط وكنمرمدوها في الفيتين وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل. راه كتجي واحد البنه فيها خطيره وكتجي واحد المزيج ما بين ديك الملوحيه وديك الحلاوه ديال الشكلاط والحلاوه ديال الفيتين كيجي رائع. راه هي ما فيها لا زيت لا سكر لا بيض، كتجي واحد البنه خطيره فيها. كنتمنىكم تجربوها. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم. يمكن لكم تفينيوها بالكنافه محمره بدل الفيتين. هي في كلتا الحالتين راه كتهز كميه اللي لا باس بها من الفيتين ولا من الكنافه. ولا بغيتو كيف ما قلت لكم تقسموا المقادير على جوج. هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كننتهي من الكميه اللي عندي كامله وكنحصلوا على هذا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. صدقونا البنات راه جات رائعه، واحد البنه واحد المذاق فيها خطير وكتجي هشيشه ومرمله وكتذوب في الفم. هذا هو السر ديالها. كيف ما قلت لكم ما خصكمش تقصحوا العجينه، لان الا قصحنا العجينه كنضيعوا في ديك الفتاوى ديالها، في ديك الرطوبيه ديالها وديك التقرميشه. راه كتجي رائعه. كنتمنىكم تجربوها، راه لذيذه بزاف. كتجي هائله لا في المنظر لا شكلا ولا مذاقا، ما فيهاش مكونات كتار. يمكن لكم تشكلوها كيف ما بغيتوا، يمكن لكم ديروها اقل من هكا اولا مكوره على شكل غريبه، اولا كيف ما قلت لكم تفينيوها بالكنافه. راه كيجي المذاق خطير وكتجي رائعه. نتمنىكم البنات ديروا لايك للفيديو. شكرا على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.